انا متضايقه قوي. هو ما يستاهلش اللي هو فيه ده خالص. ما يستاهلش ان هو يتسجن اصلا. ليه؟ هي مش المخدرات دي ممكن تكون بتاعته بجد؟ لا طبعا. وايه اللي خليكي متاكده كده؟ عشان انا عارفه كويس، هو بني ادم كويس جدا، مستحيل يعمل كده. هو مش محتاج ان هو يعمل كده اصلا. عايده، هو انت خايفه على الفلوس وخططك ولا خايفه على جعفر نفسه؟ اصل لو اتعدم هتورثي كتير برضه. انت ما عندكيش دم، ما بتحسيش. انا ما يهمنيش اي حاجه غير ان هو يخرج من اللي هو فيه ده. محموقه عليه بالزياده انت، صح؟ انا في حاجه مش فاهماها. ازيك يا جعفر؟ انا قعدت في السجن 7 سنين، ما هنش عليك تزورني، وانت بقالك بس 2 3. وجيت لك. شفت يا ابو نسب انا احسن منك ازاي؟ انا عايزك تتعدم وقلبك مستريح. عارف طول عمرك شاكك ان احنا اللي عملنا كده. احنا اللي وزينا على مراتاتك، واحنا اللي سقطنا دلال وحرقنا قلبك على اللي في بطنها، واحنا اللي اجرنا بلال شامة. وابنك بقى، ابنك محدش يعرف مكانه على وش الارض غيري انا. ايوه، انا اللي عملت كده يا جعفر، انا. بس أنا واثقة في جعفر يا صفصف. بس كمان نعيم عنده حق، هو في حاجة مخبيها. أنا أول مرة في حياتي ما بقاش عارفة جعفر بيفكر في إيه. يمكن خايف. لا، أنا ابني ما يخافش من حد. أنا ابني يمكن خايف على حد. يمكن البت دلال. أصل دلال دي كانت الحب كله، ما كانش يرتاح إلا في حضنها، كان بيستنى ليلتها، ولما يجيله شوق يفضفض كان يروح لها ويقعد يتكلم معاها. للدرجة دي؟ بس انتي اما ظهرتي اديتيها كتف. ايه يا بت؟ ايه هتطرشي في وشي؟ اوعي يا بت تكوني حامل. حامل ايه بس يا صفصف؟ كورونا. الله يخرب بيت ما جايبك يا جعفر. ايه؟ انتي واقفة بتعملي ايه يا جربوحة الجرابيع؟ كنت جاي اسالك يا ست الكل، الفحم ولع، ارص لك حجر؟ الله يتولع فيكي. انا هي آلية انك واقفة بتتصنطي عليا. انا؟ لا 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 خالص، ده انا هعمل لك شاي مع الحجر يا حاج، هعمل لك شاي. البت دي بعت لك صورة بلال على الواتس وعنوان الغرزة اللي على طول متلقح فيها، بس خد بالك دي صورته يجي من 20 سنة، مش دلوقت.
دلوقتي دقنه وشنبه مبيضين، وشكلها انت من الاول. خلصانة، كله هيمشي. انا عايزك تموتها يا سعد، بس يعني ما تبانش انها موتة مقصودة. حادثة عربية حلوة. اي حاجة بس عايزك تموته بسرعة، مش هكررها عليك تاني يا سعد. شكله متغير كتير عن الصورة اللي انا بعتها لك. اوعى تتص في نظرك وتموت حد تاني غير بلال. ما قلت لك خلصانة يا ست الكل، من العين دي قبل العين دي. ما تقلقيش، كلها 10 دقايق والتحليل هيطلع وندخل لدكتور تاني يطمنا. انا مستحيل اصلا ابقى حامل. ازاي يعني احنا ما لحقناش؟ ده هم كلهم كام يوم. هو انت ما بترديش عليا ليه؟ لا هو الغريبة فعلا انت عملتي معاه كده. على فكره ده جوزي يا يارا. ما انا عارفة انه جوزك، بس هي غريبة برضه. ايه الغريب في كده يعني؟ جوزي وسافرنا مع بعض وحسيت يعني ان احنا مبسوطين. عايدة يا حبيبتي، انت دايما بتحمسي لحاجات غريبة ودايما واحنا صغيرين، لكن مش دايما بتكوني عايزة الحاجات دي بجد. الموضوع كان فلوس، ليه تورطي نفسك كده؟ هو انا ليه بحس ان انت ما بتسمعنيش وانا بتكلم؟ بتسمعي اللي على مزاجك وتردي عليه وبس. انا اصلا ضميري مأنبني بسبب حاجتين: اللي انت بتقوليه دلوقتي ده، وان انا لغايه دلوقتي ما قلتلوش ان بابا مات. ما ينفعش تقولي له. خلاص خليكي معايا، وتيجي بتقولي انك مبسوطة، لقيتي نفسك تمام كملي، مش تمام مش تلاقي خسران، تطلعي بالفلوس. لا طبعا انا لازم اقول له، بس انا كل ما باجي اقول له بخاف لا يشوفني حيوانه. مدام عايدة عاصم اتفضلي. مبروك يا مدام عايده. لا حضرتك ده بدري، انا لسه متجوزه قريب. ما هو عشان كده احنا عملنا الBHCG. وبعدين انت مخضوضه ليه؟ كويس انك تعرفي بدري عشان تاخدي بالك من صحتك. مالك يا جعفر؟ فيك ايه؟ انت اتغيرت قوي. زمان لما كنت بلاقيك ساكت كنت بفرح، كنت بقول محدش غيري انا فاهم انت بتفكر في ايه. دلوقتي مبقتش افهم سكوتك خالص، ببقى نفسي تتكلم، مش عايزة ادي لنفسي فرصة واسأل ايه اللي اتغير. سايق عليك النبي يا جعفر تفتح لي قلبك زي زمان وتتكلم معايا. قول لي فيك ايه والنبي. بعد شقة سنين وصلت لبلال شامة، ويا ريتني ما وصلت له.